مشاهدينا في كل مكان، تحية لكم من الفضائية الإرترية. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها بالعناوين. وزارة الزراعة تنظم مؤتمرا وطنيا حول مركز معلومات المحاصيل والثروة الحيوانية. تأسيس جمعية صياد الأسماك في إقليم شمال البحر الأحمر. جمعية المكفوفين تخرج 35 عضوا من دورة مهنية. 55 قتيلا بهجوم مسلحين على قرية في شمال شرق نيجيريا. البحرية الأمريكية تجري تدريبات عسكرية واسعة في جنوب بورتوريكو. وبوتين يحث قطاع الفضاء الروسي على تطوير محركات الصواريخ. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظمت وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارتي الأراضي والمياه والبيئة والثروة البحرية وهيئة الغابات والحياة البرية والمؤسسة الوطنية للتعليم العالي والبحوث نظمت مؤتمرا وطنيا حول مركز معلومات المحاصيل والحيوانات في أسمرة في 5 سبتمبر. حضر المؤتمر الذي عقد في قاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إرتريا تحت شعار الحفاظ على النباتات والحياة البرية في إرتريا من أجل مستقبل أكثر إشراقا. حضر وزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وممثلون عن الوزارات والهيئات المعنية والأقاليم، ولا سيما عن الاتحاد الدولي لحفظ الموارد الطبيعية وخبراء مختصون. وأكد السيد دخل أب مسكن المدير العام لقسم إدارة الخدمات القانونية والرقابة بوزارة الزراعة في كلمة الافتتاح، أكد أن المؤتمر ونتائجه تبرز اهتمام الدولة وخطواتها العملية في الحفاظ على الموارد الطبيعية. وأضاف أن وزارة الزراعة تمكنت بالتعاون مع شركائها من تحديد نحو 5000 نوع من النباتات والحيوانات البرية والبحرية، وتم حفظها في قاعدة بيانات. وأكد مستشار وزير الزراعة السيد أمان النقاسي من جانبه أن النباتات والحيوانات تشكل أساس الاقتصاد والتراث والهوية الوطنية، وقال إن المؤتمر سيشكل منصة لاستكشاف الموارد الطبيعية الغنية التي تزخر بها البلاد من جهة، واستعادة الموارد والتنوع التي نزحت لأسباب مختلفة من جهة أخرى. وأعربت وزارة الثروة البحرية والأراضي والمياه والبيئة وهيئة الغابات والحياة البرية عن دعمها لقاعدة بيانات الحيوانات والنباتات كمصدر للمعلومات وتحفيز للخطة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2026 وحتى 2030. شكلت 3 جمعيات تعاونية للصيادين في مديريات قلعلو ومصوع ودهلك جمعية تعاونية ثانوية للصيادين وانتخاب لجنة مكونة من 5 أعضاء في اجتماع عقد في 4 سبتمبر. وحث ممثل قسم التنمية في وزارة الثروة البحرية السيد مسقنا تسفو الصيادين، حثهم للحذر في انتخاب ممثليهم في اللجان، مشيرا إلى دور لجان الجمعيات التعاونية في تنسيق العمل مع الجهات المختصة ووزارة الثروة البحرية على مستوى الإقليم. وأوضح مسؤول فرع الثروة البحرية المكلف السيد عند ميكائيل حضرو بدوره أوضح دور الجمعية التعاونية في تنسيق أنشطة الصيد مع المعنيين المتمثلة في تقديم الثلج وصيد الأسماك، بالإضافة إلى تنظيم دورات وحملات بمجال صيد الأسماك والشؤون المتعلقة بها. وأضاف المدير التنفيذي المكلف لمؤسسة مول السيد تافلا أسمرم أن المؤسسة توفر مسودات للعروض التي تتماشى مع مواسم الصيد لدعم الإنتاجية للصيادين. وأشار مدير عام قسم الزراعة والأراضي والمياه بالإقليم السيد ميكائيل تكا في كلمته إلى أهمية تنظيم جمعيات تشمل فئة إنتاجية تركز على مجال تنموي يعتمد على الإنتاجية ويتطلب المهنية. وقدم المشاركون في الختام التوصيات والاقتراحات لمهام اللجنة التنفيذية للجمعية التعاونية.
قامت مديرية عد أيح بتكريم طلابها من أعضاء الدفعة 37 من الخدمة الوطنية. قامت بتكريم الطلاب الحاصلين على أكثر من 3 درجات في امتحان الشهادة الثانوية للصف 12 بمنحهم جوائز قحيت لتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية. وفي كلمته خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 5 سبتمبر، قال مسؤول فرع وزارة التعليم في مديرية عد أيح الأستاذ بينة تسفاي، قال إن جائزة قحيت هي حافز سنوي من إسهامات المواطنين والمحسنين. وأضاف أن عدد الطلاب المكرمين هذا العام بلغ 23 طالبا وطالبة، وأن العدد يتزايد كل عام. وأكد مدير مدرسة عد أيح الثانوية الأستاذ بهلبي قعوش أن النتائج ملهمة للجيل القادم من الطلاب، وذكر بأنه ينبغي القيام بعمل جدي للحفاظ عليها وتعزيزها في المستقبل. وذكر مدير مديرية عد أيح السيد هبتاي تسفازقي أن التعليم هو أساس المجتمع المتحضر، مشيدا بالفائزين بالجوائز بفضل جهود أولياء الأمور والمعلمين. وأعرب الفائزون وأولياء أمورهم عن استعدادهم لرد الجميل لمجتمعهم، قائلين إن هذا الحافز سيشجعهم على العمل الجاد في أنشطتهم الأكاديمية، وسيخلق غيرة مقدسة لدى الطلاب الآخرين. وقد منحت جوائز قحيت التي بدأت في العام الدراسي 2022-2023 ل74 طالبا وطالبة حتى الآن. في سياق متصل، منحت مدرسة بركة الثانوية جوائز ل72 طالبا من الدفعة 37 للخدمة الوطنية، من بينهم 35 طالبة ممن حصلوا على درجات تتراوح بين 3.6 والدرجة الكاملة في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية. وصرح مدير المدرسة الأستاذ السمر قبر الأولى بأن البرنامج يهدف إلى تكريم الفائزين وتحفيز الطلاب الآخرين، وقال أن 46 من الفائزين بالجوائز حصلوا على العلامة الكاملة. وأكد رئيس لجنة أولياء الأمور السيد صقاي أسرات أن العلاقة الثلاثية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور تسهم بشكل كبير في عملية التعليم والتعلم، مؤكدا أن النتائج هي مثال على العلاقة الوثيقة. من جانبهما حث مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتقابر ورئيس وحدة مراقبة المدارس الثانوية الأستاذ يوحنا السلمون الطلاب على مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من التفوق في مسيرتهم الدراسية القادمة. من جانبهم أكد ممثلو الفائزين بالجوائز أن النجاح الذي حققوه هو ثمرة جهود المعلمين وأولياء الأمور، وأكدوا أنهم سيعملون على الحفاظ عليها وتعزيزها. وفي الختام تم توزيع الميداليات والشهادات على الطلبة المتفوقين. خرجت الجمعية الوطنية للمكفوفين يوم أمس 6 سبتمبر في قاعة مدرسة أبرهة بهتا 36 عضوا من دورات مهنية مختلفة استمرت لشهر. وذكر منسق البرنامج التدريبي السيد السياس تسفو بالمناسبة أن الدورة شملت دورات بدائية عن الحاسوب وإعداد الموسيقى والأصوات، بالإضافة إلى دورات تساعد المكفوفين. وأوضح نائب رئيس الجمعية السيد داوي سلمون أن الدورة هي إحدى البرامج التي تنظمها الحكومة لتمكين المعاقين وإعانتهم للاكتفاء الذاتي. وذكر مسؤول الإدارة والمالية في فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد السلاسة المتدربين، ذكرهم للاستفادة من الفرصة التي أتيحت لهم في تحسين وضعهم المعيشي وقدراتهم الذاتية. وأضافت ممثلة المتدربين أن الدورات التي قدمت لهم تسهم في تمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة. قام فرعي التعليم والاتحاد الوطني للشباب وطلبة إرتريا بالإقليم الجنوبي في مندفر يوم 3 سبتمبر قام بتقييم برنامج التقوية الأكاديمية الصيفية للمرحلة الابتدائية الذي جرى تحت شعار فلنقدم ما تلقيناه بالمجان مجانا. وأشار مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد قرماي قبرو في كلمته أن البرنامج تم تنفيذه في 30 نقطة على مستوى الإقليم، مركزا على التعليم في مادة الرياضيات واللغتي الإنجليزية والتقنية.
وتم تقييم البرنامج بأنه ساهم في رفع أداء الطلاب الأكاديمي إلى جانب تطوير إمكانيات الطلاب الذين قدموا التقوية للطلاب المرحلة الابتدائية في نقل المعرفة والعلم. وحث مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأستاذ هبتزقي كيدان بدوره المعنيين للعمل على تعزيز عملية التعليم والتعلم التي تركز على مشاركة الطلاب، مشيدا بمساهمة حوالي 400 طالب الذين شاركوا في هذا البرنامج الهادف إلى تحسين الأداء الأكاديمي لطلاب المرحلة الابتدائية. وأضافت سكرتيرة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم السيدة أمتي نوغوسيم ورئيس مجلس الإقليم السيد والداي جبري أنه سيتم العمل بجد على متابعة هذا البرنامج في العام الدراسي المقبل. يذكر أن هذا البرنامج الذي نظمه مكتب الجبهة ومكتب قيادة الأركان بوزارة الدفاع يتم إنجازه بتعاون اتحاد الشباب وفرع التعليم. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قتل ما لا يقل عن 55 شخصا بينهم جنود في هجوم شنه مسلحون على قرية دارول جاما الواقعة قرب الحدود بين نيجيريا والكاميرون، وفق ما أفاد مسؤولون محليون وناشطون. وذكر مصدر أمني أن الهجوم استهدف القرية التي تضم قاعدة عسكرية وسكانا أعيد توطينهم بعد إغلاق مخيمات للنازحين داخليا. وأوضح المصدر أن 5 جنود كانوا ضمن القتلى، بينما قال قائد ميليشيا محلية موالية للحكومة أن العدد بلغ 6. وبحسب روايات السكان وصل عشرات المهاجمين على دراجات نارية وشرعوا في إطلاق النار عشوائيا وإحراق المنازل. وتشهد مناطق وسط نيجيريا أيضا هجمات مماثلة بشكل متكرر، وتزايدت وتيرتها الفترات الأخيرة، حيث تراجع الأمن بسبب نشاط الجماعات الإرهابية. أطلقت قوات مشاة البحرية الأمريكية في 5 سبتمبر مناورات برمائية واسعة في بورتوريكو على بعد نحو 2025 كيلومترا من فنزويلا، بمشاركة عناصر من الوحدة الاستكشافية الثانوية وال20 وسفن هجومية ومدمرات من طراز أرلبيرك. وتأتي التدريبات وسط تصاعد التوتر مع كاراكاس في ظل خطط أمريكية لنشر مقاتلات F-35 في المنطقة، وتحذيرات من تصعيد محتمل ضد فنزويلا التي كانت قد احتجت على أنشطة بحرية أمريكية قرب سواحلها. حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيادات قطاع الفضاء على المضي قدما في جهود لتطوير محركات صواريخ، تعزيز لمركبات الإطلاق الفضائية، والبناء على سمعة روسيا طويلة الأمد في ريادة مجال تكنولوجيا الفضاء وفقا لوكالة رويترز. وتوجه بوتين إلى مدينة سامارا بجنوب روسيا، حيث التقى متخصصين في القطاع وقام بجولة في مصنع لتصنيع محركات الطائرات. ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله إن روسيا لا تزال قوة رائدة في تطوير قطاع الفضاء. وأشار بوتين إلى نجاح روسيا في تطوير ابتكارات بمجال إنتاج المحركات، لا سيما في قطاع الطاقة، على الرغم من فرض الدول الغربية عقوبات مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية في 2022. أعلنت كوريا الجنوبية أنها تتابع عن كثب واقعة توقيف أكثر من 300 من مواطنيها خلال مداهمة نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية لمصنع بطاريات سيارات بولاية جورجيا، وسط مخاوف من تفاقم التوترات بين سول وواشنطن. وفي حين وجه رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ يبذل أقصى جهد للتعامل سريعا مع الواقعة، قال وزير الخارجية تشو هيون إن الحكومة شكلت فريقا للرد، وإنه سيذهب إلى واشنطن للقاء مع مسؤولين إذا لزم الأمر.
كما عبرت السلطات الكورية عن قلقها وأسفها للسفارة الأمريكية في سول، وأرسلت دبلوماسيين إلى موقع الحادث، كما شكلت فريق عمل لمتابعة الوضع وضمان حقوق الموقوفين. من جهتها قالت LG إنريجي إن من بين الموقوفين 47 موظفا مباشرا و46 منهم كوريون جنوبيون، إلى جانب نحو 250 عاملا لدى مقاولين متقاعدين معهم. وأكدت الشركة تعليق رحلات العمل إلى الولايات المتحدة باستثناء الحالات الضرورية القصوى. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز ما جاء فيها. وزارة الزراعة تنظم مؤتمرا وطنيا حول مركز معلومات المحاصيل والثروة الحيوانية. تأسيس جمعية صيادية الأسماك في إقليم شمال البحر الأحمر. جمعية المكفوفين تخرج 35 عضوا من دورة مهنية. 55 قتيلا بهجوم مسلحين على قرية في شمال شرق نيجيريا. البحرية الأمريكية تجري تدريبات عسكرية واسعة في جنوب بورتوريكو. وبوتين يحث قطاع الفضاء الروسي على تطوير محركات صواريخ. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء، قدمها لكم قاسم أحمد. دمتم في أمان الله.